السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا عاملين ايه؟ الأخبار؟ بكرة أهم ماتش أو بداية الماتشات المهمة للأهلي في الدوري، أو هي الأمل في إن إحنا نشوف مستوى مختلف، لعيبة مختلفة. لأن لو في مدرب بيحترم شغله كان الطبيعي إنه خد ال 16 يوم اللي فاتوا دول في فترة إعداد، معسكر إعداد للعيبة. سواء بقى اللي عندهم مشاكل اللي كان دمهم كده وفاهمهم ان احنا عندنا 4 ماتشات نكسبهم نضمن ان احنا بقينا في افريقيا. بقى فيهم مشاكل ممكن بنسبة كبيرة نبقى في الكونفدرالية، فاللعيبة يبقى عندهم حماس، اعرف احمس اللعيبة دي. هنيجي نتكلم عن ماتش بكرة. لعل وعسى ان حد يشوف الفيديو ويوريني مستر كوفي. هنتكلم عن مشاكل بيراميدز، وهنتكلم عن اقوى النقط الهجوميه بتاعت بيراميدز، بيعملوا ايه وبيبنوا الهجمه ازاي. هنتكلم عن الجزء ده كله وهنتكلم ازاي نكسب. وطبعا انا ده كله تحليل لماتشات بيراميدز واخرهم ماتش الزمالك. كابتن معتمد جمال اللي عمل جيم عالمي، جيم كوتشنج عالمي على ارض الملعب. نتكلم في البدايه ونقول التشكيل اللي انا نفسي الاهلي اشوفه بيه. اول حاجه لازم يكون حراسه المرمى طبعا شوبير، باك اليمين محمد هاني، المساكين ياسر ابراهيم وياسين مرعي، والباك الشمال طبعا خلاص بقى اجباري كوكا. المساكين مش فارقه على فكره والله، يعني لو جبنا مين هيبقى احسن. هنيجي لنقطه مهمه جدا، انا شايف ان احنا نلعب ب 4 2 3 1. ليه بقول 4 2؟ ليه 2 يبقوا 2 6 كمان؟ ديانج ومروان عطيه ليه؟ هنعرف في اسلوب اللعب الهجومي بتاع بيراميدز. قدامهم ثلاثه دول يكونوا تريزيجيه وامام وزيزو، وقدامهم المهاجم ايا كان مين والله ما فارقه، مش فارق معايا مين، المهم يبقى مهاجم، يعني ايا كان مين. هنيجي نتكلم دلوقتي على نقاط القوه بتاعه بيراميدز وليه انا بقول لك عايز العب ب 4 2. انت عندك نقطه القوه بتاعه بيراميدز دايما في الباكات، ان دايما الشيبي ده طياره، الشيبي لو اتلم على عرضيه شكرا. الشيبي دايما هتلاقيه بيطلع يا اما على الديفندر اللي جنبه سواء مهند لاشين او حامد حمدان او ناصر ماهر، هيطلع على واحد من الاثنين. مش هيعمل معاهم 1 2، لا ده هيعمل معاهم 1 3، اللي هو هيباصلهم وهم الجناح بتاع بيراميدز بيخش جوه، هيبصيله الباص يكون فتح مساحه او عمل زي اوفرلاب للباك، الشيء بيطلع. فبقت هو طبعا الجناح خد مع الباك، فبقت الحته دي كلها فاضيه. عشان كده بقول لك احنا لازم نلعب 2 6. في اللقطه دي واحد من الاثنين الستة يستلم الجناح والباك يفضل مكانه، او العكس الباك يطلع مع الجناح والديفندر يخش يقابل الشيبي، فانت عرفت تصد الناحيه دي. عشان كده بقول لك احنا لازم 2 6. طب هل دي الطريقه الوحيده ان انا اواجه الهجوم؟ لا، في طريقه تانية، ان انا يكون عندي جناحه محترمه ترجع. انما احنا للاسف عندنا فينيسيوس ومبابي ما بيرجعوش، مش هدافع، مش هقطع كوره، مش هضغط. فلازم تعتمد ان انت تلعب باتنين ستة. طب اسلوب اللعب التاني اللي هم ساعات بيبنوا عليه الهجمه، ان فيستون مايلي يبقى مهاجم محطه زي مروان محسن زمان كده، يجي نازل ساقط، وناصر ماهر يبقى اطلع جناح، او وزلاكا يخش مهاجم او زيكو يخش مهاجم. المهم الثلاثه اللي قدام دول هيبقوا ثلاثه من غير فيستون مايلي، فيستون مايلي هيبقى وراهم يبنوا عليه الهجمه. ممكن بقى يسلم حد ويخش بقى مهاجم تاني جوه الصندوق، عرضيه بقى في 2 مهاجمين وفي واحد تاني بره الصندوق، بيعمل شكل هجمه. فدول الشكلين الهجوميين، النمطين الهجوميين لنادي بيراميدز المتكررين واللي شفناهم في ماتش الزمالك. اللي انا قلته على الشيبي نفس الكلام عند محمد حمدي على فكره، مع اختلاف طبعا الكواليتي. يعني الكواليتي ناحيه الشمال مشكله. شفت اللي قلته على الشيبي، شفت اللي قلته على محمد حمدي، ان هما الاثنين بيطيروا، الاثنين متقدمين. دي اول نقطه ضعف. دي بقى مشاكل نادي بيراميدز. اول حاجه المساحات اللي في ظهر الباكات، عنده الباكين بيسيبوا مساحات في ظهرهم مصايب. عشان كده لازم تبقى انت بتلعب على كونتر اتاك او التحول السريع، ان انت مجرد ما الكره تتقطع، وده هيبقى دور مروان عطيه او امام عاشور، اول ما الكره تتقطع تكون مسلم لجناح رامي في المساحه. طيب ده هياخدنا لنقطه الضعف الثانيه، هم اندفاعيين جدا، الدفاع عندهم غشيم. غشيم مش ان هو قوي، لا غشيم في ان هو بيروح بسرعه. يعني زي بالظبط مثال حي للنقطه دي ايه؟ الجون بتاع الزمالك، شيكو بنزا، محمود مرعي باع نفسه بسهوله جدا في نص الملعب، ادى فدان ارض يجري فيه الخيل فجري فيه شيكو بنزا، شكرا. فهم عندهم نقطه ان وراهم الباكات بتاعتهم وراهم مساحات
كتير فاضيه، زائد ان هم اندفاعيين، فانت تقدر تستغل ده بكل سهوله. عندهم مشاكل لما كانوا بيلعبوا الماتش اللي فات بمهندسين لوحده، كان عندهم مشاكل في الهاف سبيس. كان دايما اللي بيلعبها، لو خدتوا بالكم في ماتش الزمالك، كان دايما عبد الله السعيد. عبد الله السعيد يا اما كان بيجري ورا الباك، يا اما كان بيخش في الهاف سبيس ويستغل. فده اللي لازم الاهلي يعمله. عايز تعرف ايه الفرق بين الاهلي والزمالك بجد؟ شوف الدقيقه 90 في ماتش بيراميدز مع الزمالك. بزيرة وشيكو بنزا الاثنين كانوا بيرجعوا لحد خط المرمى بتاع الزمالك. بيرجعوا عشان عايزين يكسبوا فريقهم الدوري، عايزين يعملوا حاجة لصالح النادي بتاعهم، مش عايزين يبقوا واقفين زي الباشقات بتاعتنا رجال الأعمال ما بيضغطوش. لا، ده كانوا بيروحوا يضغطوا ويستخلصوا الكورة ولا لا. شيكو بنزا الشاب النجر بتاعنا. فنتمنى لعيبتنا تكون كده، ونتمنى لعيبتنا تكون اتعلمت الدرس. والفترة اللي فاتت احنا بقى عندنا امل في افريقيا، وانا مكسوف وانا بقول كده، والله مكسوف وانا بقول كده، ان احنا بقى عندنا امل في ان احنا نلعب دوري ابطال افريقيا. ده انا داخل على اساس الموسم ده، داخل على اساس ان هو الموسم التاريخي للاهلي هياخد كل البطولات. لا، اتصدمت. اتصدمت في ان انا دلوقتي بقيت بقول عايز اخد بس مركز يأهلني افريقيا. عندنا امل 1% في ربنا ثم في اللعيبه دي، ان احنا ناخد الدوري. مكسبنا في بيراميدز وطبعا الزمالك مش هيتعطل قدام انبي تاني. الزمالك قدام انبي هيكسب، والله اعلم هيعمل ايه مع الاهلي، وهنتكلم في ماتش الاهلي بعدين. بس مكسبنا ده هيحط ضغط على الزمالك وهيحط ضغط على بيراميدز. واتمنى ان احنا ما نلعبش جيم اندفاعي ونهاجم، ونعمل زي الماتش بتاع الدور الاول. عمل ايه يوزيتش؟ عمل ايه في ماتش الدور الاول؟ ادالك الكرة وسابه واندفع وهجمتين تك تك وخلص الماتش. في النهاية ده رأيي، واتمنى بكرة الماتش يكون اجمل واحسن مما اتخيل. ولو الحلقة عجبتكم لايك وشير وسبسكرايب.